أهلا وسهلا الغزالات ديالي يا أحلى متتبعات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أموركم مزيانة؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى إن شاء الله الفيديو ديال هاد النهار ينال الإعجاب ديالكم. كما ديما ما تبخلوش عليا بلا كومونتير زوينة بحالكم، وما تبخلوش عليا أكيد بلي لايك ديالكم. الكلمة الطيبة صدقة، دائما تنقولها لكم، وشكرا لكم بزاف على الكلام الزوين اللي تتقولوا في حقي. فعلا البنات كنستمد منكم القوة فاش هكا كندخل وكنلقى تعاليق زوينة كتحفزوني كتشجعوني انني نزيد نصور معكم بزاف ديال الفيديوهات، نعطيكم بزاف ديال الافكار. نتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم، وكما ديما تنقول لكم عافاكم هاد المره عاوتاني ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وبالتعاليق الزوينه. شكرا بزاف للناس اللي كيخليو ليا وريضات، اللي كيخليو ليا قليبات، اللي كيضوبلوا ليا التعاليق. كنشكركم من القلب ديالي وتنقول لكم الله يكبر بكم والله يجازيكم بالخير يا ربي. المهم هاد النهار البنات كما شفتوا غادي نعطيكم افكار لاستغلال المساحه الضيقه بالنسبه لغرف النوم ديال الاطفال ديالكم. يعني اي وحده عندها غرفه النوم صغيره تبع معايا الفيديو من الاول حتى الاخير واكيد غادي تستافد. هنا اول حاجه البنات صبغت الغرفه ديال النوم ديال بناتي باللون الابيض. اللون الابيض البنات كيعطي اضاءه، كيعطي مساحه اكثر بالنسبه للغرفه. يعني الا كنتو غتصبغوا حاولوا دائما تختاروا اللون الابيض. انا كنهضر على اللي عنده مساحه ضيقه، بلا ما تبقاو ديروا داك البابي بان اللي كيكون اللون ديالو مغلوق. الا كان اللون ديالو مفتوح مزيان، ما ديروش هذاك اللي كيكون فيه لي موتيف بزاف لانه حتى هو تيصغر المساحه. حاولوا تلعبوا دائما على الالوان اللي تتكون محايده. هنا البنات كنشارك معكم هذا الفينيل هذا كنا كنلصقوه هذا البنات سوغ كوموند. درت فيه وئام غيتا واختاريت هذا اللون هذا الغوز باش يتمشى ليا مع لو تيم ديال الغرفه. هذا البنات خديته بالنسبه للناس اللي مهتمين واحد لاباج في فيسبوك سور كوموند. كتقولي لهم الاسماء اللي بغيتي، يعني اسم واحد اولا جوج اولا على حسب اللي بغيتو نتوما. كاين فيهم بزاف ديال الموديلات، كاين ديال الوليدات كاين ديال البنيات وحتى الالوان كاين فيهم بزاف. كيجيبوهم على المده ديال يومين، يعني كتكومونديها يومين كتوصلك لا كوموند ديالك. هنا البنات هاد لاسبيراتور جاوني عليها بزاف ديال الاسئله وكنت ديجا جاوبتكم في لي كومونتير بشحال خديتيها منين خديتيها. هادي البنات خديتها ب 340 درهم، ثمن جد جد مناسب. لا مارك إليت راه فيها بزاف ديال لي مارك البنات، هما راه عندهم نفس الديزاين ولكن راه كيختلفوا على حسب لا مارك. هاد إليت البنات مارك اللي هي زوينه بزاف، ننصحكم انكم تاخذوها. غادي نخلي لكم لتحت في صندوق الوصف النيميرو التليفون ديال السيده اللي خديتها من عندها، تواصلوا معها وهي غتنعت لكم اولا غتقول لكم لادريس فين جات. لان جاوني تساؤلات بالنسبه للناس اللي ساكنين حدايا سولتوني منين خديتها. ان شاء الله غادي نخلي لكم النيميرو ديالها تواصلوا معها وراه هي غتنعت لكم بالضبط فين جات. هي البنات راه ما كديرش غير ليسبيراتور ولا هاك زعما ما كديرش غير هادشي، راه كدير بزاف ديال الحويجات بزاف ديال لي زارتيكل. كدير هكا الفراش، ديكورات، الماعن، يعني اي حاجه الالكتروميناجي اي حاجه بغيتيها كتوريها ليها هكا في شي فوطو، كتصيفطيها لها وكتجيبها لك. والتعامل ديالها زوين بزاف البنات، الله يعمرها دار. هنا البنات هاد الباركي هذا راه عندي قديم، غادي يبان لكم تما تقشر من واحد الجهه. عرفتوا هذا البنات راه كنت كنحكو بالتي دو جافيل كنت كنخوي عليه الماء وكلشي، لان قبل ما ندير هذه شومبغ ديال البنات كنت نقصت منها. المهم البنات اللي ديجا عارفين هذه راه كنت قسمتها على جوج. كانت عندي طويله يعني كانت عندي كبيره، وكنت دايره هكا بيت الكلاس اولا بيت اللي كناكلو فيه وكنتفرجوا فيه. من بعد كنت نقصت منها وهكا خرجت منها غرفة النوم ديال بنياتي. هنا البنات هاد البيرو هذا صايبته عند النجار. البلاصه ديالو راه كان بلاكار، الا عقلتو كان عندي هنا هاد البلاكار في الكوان كان شاد من الراس حتى للسرجم. والصراحه كان واخد ليا مساحه. نقصت من العرض ديالو ودخلته في الجهه الاخرى. انا غادي نوريكم فين دخلته، والصراحه خلى ليا لاسباس. وبالنسبه لهاد البيرو هذا صايبته البنات عند النجار. شفت الموديل هكا من هادوك لي موديل ديال ايكيا، وصايبته على حسب المساحه اللي عندي انايا. درت فيه هكا جوج مجوره ودرت فيه هكا جوج ديال لي زيتاجير، والصراحه نفعني بزاف. بالنسبه للمجوره راني دايره فيه هكا داكشي ديال بنياتي، ستيلوات الاقلام وداكشي، والمجر الاخر دايرين فيه داكشي ديال لي زاكسيسوار ديالهم، وهادوك لي زيتاجير راه حاطين فيهم الكتوبه. هنا البنات هاد الديفيزور هذا اللي عقلتو راه كنت ديجا شاركته معكم، كنت خديته من بيم. الثمن ديالو جد 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 مناسب، كيدير 30 درهم. ايها البنات 30 درهم. كيفيه الاستعمال اولا الطريقه ديالو كتخويو فيه شويه ديال الماء، وهنا كتزيدوا اي اغوم بغيتو، يعني اي نسمه بغيتو كتزيدوها. هادو البنات راه كيتباعوا. بغيتو تاخذوا الوحده
بغيتو تاخدو هكا باك، أنا عندي هداك الباك فيه بزاف ديال لي زاروم، عندي ديال الفرامبواز، عندي ديال الفاني، المهم فيه 4 ديال الأشكال. صافي كديروا فيه داك شوية ديك قطيرات، ومن بعد تخدم هادي بالشارجور ديال التليفون، وصافي وكتعطي واحد الريحة زوينة. هنا إلا بغيتو ديروا الألوان، أنا هنا راه نسيت ما شعلتش الألوان باش هكا كيعطيو لوينات زوينين. الفيديو الجاي إن شاء الله أولا المرة الجاية ونشارك معكم الألوان، تتجي الصراحة زوينة بالألوان. بالنسبة لهاد الفراشة البنات، راه كنت خديته من هاد السيدة هادي اللي خديت من عندها لاسبيراتور، ماشي المخاد، غير هداك الفراش التحتاني اللي في الغوز. حاولت ندير ليهم شي حاجة سامبل. إلا كانت عندكم هكا مساحة صغيرة، حاولوا ما ديروش الألوان اللي كتكون مغلوقة أول حاجة. تاني حاجة، ما ديروش داكشي اللي كيكون فيه لي موتيف بزاف، يعني حاولوا ديروا شي حاجة اللي هي سامبل باش في الشوفة ما كطلعش في الراس، وفي نفس الوقت ما كيجيش داكشي مغموق هكا في البيت. بالنسبة للفينينا البنات، شوفوا الشكل ديالو الصراحة كيجي زوين بزاف، كيعطي واحد الجمالية أكتر بالنسبة للغرفة ديال النوم. هنا البنات هاد الناموسية هادي اللي أول مرة غيشوف الفيديو، أنا غنقول لكم هادي البنات راه صاوبتها عند النجار، حيت أكيد غتسولوني. صايبتها عند النجار، في الأول كان عندي غير ناموسية وحدة، من بعد من ولدت بنتي الثانية وليت زدت هذيك الثانية. عملية بزاف، إلا كنتو باغيين ديروها أنا كنصحكم بها. إلا جيت ندير وحدة حتى وحدة ما غاديش تبقى ليا هنا لاسباس فين ندير البيرو، وقلت نستغل المساحة أكتر ودرت وحدة فوق وحدة. كاينين البنات في إيكيا ولكن ما كيكونوش صحاحين، وفي نفس الوقت هذاك لاسباس اللي كيكون لتحت كيكون قصير. يعني إلا جيتو تجلسوا، إلا كانوا عندكم وليداتكم شوية كبارين وجاو يجلسوا في هذيك التحت يعني تحت الناموسية، يقدروا يضربوا راسهم. أنا حاولت فكرت في هذه القضية هذه ودرت واحد لاسباس اللي هو كبير شوية، لا بالنسبة للطاج الفوقاني لا بالنسبة للتاني، باش هكا تبقى مساحة زوينة. وصافي البنات، بالنسبة لسميتو، بالنسبة للريدو، حاولت ندير ليهم ريدو اللي هو هكا قصير. كان عندي في الأول الريدو هابط لتحت ولكن ما جاش الديكور ديالو زوين. وهاد الريدو البنات دايراه شوية غليظ باش يحبس ليهم هكا البرد، واخا كنهبط ليهم الريدو كنحس هكا بالبرد شوية كيبقى يدخل كولوندير. هذاك الشيء علاش درت ليهم هذا. ان شاء الله فاش غادي يبدا يسخن الحال وغادي ندير ليهم الريدو اللي يكون هكا ترونسبارون في اللون الابيض. وبالنسبة لهاد الناموسية البنات، راه المجورة غادي يبانوا لكم لتحت، هادوك راني موصلاهم حتى للراس، يعني شادين الناموسية كاملة كندير فيهم بزاف د الحوايج، يعني مستغلاهم كغونجمون. هذا هو البلاكار البنات اللي هدرت لكم عليه الثاني اللي كان عندي في الكوان الاخر، لصقته حدا هذا. في الاول كان عندي غير واحد، من بعد لصقت الثاني حداه، نقصته من العرض ودخلته. واخا هاد الثاني هذا راه قصير على الاول ولكن مهم استغليت المساحه اكثر. وهنا البنات ما كرهتش نصبغ هادو في اللون الابيض، والله ما كرهت. ان شاء الله غادي نصبغهم. الصراحه ما كاين ما احسن من الابيض. انا كنصحكم اللي غادي تقاد هكا بلاكارات لوليداتها او ناموسيات، حاولوا ديروا الوان اللي هي محايده. هو الصراحه الغوز زوين بالنسبه اللي عنده بنيتات كيعجبوهم الغوز، ولكن من بعد ما عرفتش أنا بالنسبة للون الأبيض صراحة ما كاينش بحالو، لون لا يُعلى عليه. إن شاء الله من بعد وغادي نصبغ ليهم هكا الناموسيات ديالهم باللون الأبيض. وصافي البنات، المهم كما شفتوا حاولت هكا ندير ليهم شي حويجات اللي هما بساطين باش نفرحهم. بالنسبة لهاديك الطابي ديجا كانت عندي، كنت خديتها من القريعة شحال هادي، والصراحة بقات عندي زوينة عملية. هادي راه يعني د الحساسية بالنسبة للوليدات اللي عندهم الحساسية. وصافي البنات، بالنسبة للكرسي بقى ليا إن شاء الله غادي نشريه إن شاء الله من إيكيا. وهنا غادي نكون وصلت معكم النهاية ديال الفيديو. اللي أول مرة غتشوف القناة ديالي ما تنسيش تشتركي فيها وتفعلي الجرس، كندير فيديوهات متنوعة، وصفات، فلوقات، نصائح. كنقول لكم السلام عليكم، تسنوني حتى الفيديو الجاي إن شاء الله.